أهلا بيكم حلقة جديدة من سلسلة في الرحلة. تعالوا النهاردة نتكلم كده عن فكرة الخروج من منطقة الراحة. كتير بنقعد نقول للناس مهم نخرج من منطقة الراحة، مهم ان احنا نجدد، مهم ان احنا نخرج ما نفضلش قاعدين اللي بنبات فيه كده بنصبح فيه ونفس الروتين. مهم قوي ان احنا نتحدى نفسنا ونخرج من منطقة الراحة. تيجي ناس ترد وتقول لكم ليه يا جماعة نخرج؟ ما انا مرتاحة، يعني اخرج ليه؟ ايه اللي ضروري يعني يخليني اخرج؟ انا يا جماعه مبسوطه كده، كيفي كده، مرتاحه كده، قاعده على كنبتي بعمل حياتي دنيتي روتيني، ليه لازم اخرج من منطقه الراحه؟ لا خالص والله، انا سعيده ومبسوطه، هتخرجوني ليه؟ طيب تعالوا نقول النهارده في الحلقه دي هو امتى اصلا يعني احنا المفروض نخرج من منطقه الراحه، وايه الهدف اصلا من خروج منطقه الراحه؟ يعني نخرج كده من اجل النكد، يعني بننكد على نفسنا احنا مرتاحين، لا يلا بقى تعالوا شويه نكد، ولا ايه الهدف اصلا من الخروج من منطقه الراحه؟ طيب اول حاجه عايزين نعرفها انه زي ما اتفقنا كده يا جماعه، احنا جايين الدنيا دي علشان نتطور، عشان نتعلم، عشان نعمل من نفسنا نسخه احلى، واحنا بنعبد ربنا طبعا. فزي ما قلنا قبل كده، الناس اللي درست السعادة لقت ان لازم الانسان السعيد ده عشان يكون سعيد هو لازم يكون في تطور مستمر. احنا مش جايين نقف مكاننا. سيدنا آدم ربنا أول حاجة ربط بيها آدم، ربطه بالعلم، علم آدم. إحنا كائن خلق للتعلم، والتعلم يساوي التطور، والتطور هيساوي حركة، أحلام، أهداف، سعادة، هيساوي حاجات كتير. إذا أنا مش جاية أقف مكاني وأقول خلاص أنا كده تمام في المكان ده وهو كده، لا، أنا جاية عشان أتحرك، ومش أي حركة، الحركة دي في اتجاه الصعود. يبقى الخروج من منطقة الراحة معناه ان انا خارج عشان اتطور. انا بقيت قاعد في مكان، المكان ده بقيت فيه حاليا هو مش بيساعدني على التطور، خلاص انا تكيفت وتأقلمت وبقيت مرتاح فيه وفول ستوب، بس هو معطل لي عملية التطور، معطل لي عملية التعلم، معطل لي عملية اكتشاف نفسي، اكتشاف نقاط قوي، اكتشاف نقاط ضعفي، معطل لي حاجات كتير جدا. يبقى هدفنا من الخروج من منطقة الراحة مش ان انا بنكد على نفسي، مش ان انا بضايقني، هو الهدف اني اتطور، اتعلم، اكتشف نفسي، يبقى عندي وعي ذاتي، اعيش تجارب مختلفة، علشان هنشوف كمان شوية التجارب دي هتفرق معايا في ايه. طيب تعالوا نشوف امتى المفروض اخرج من منطقة الراحة، يعني امتى يكون قراري ده القرار فعلا اللي يلا ايوه حان وقت الخروج من منطقة الراحة. طيب ناخد مثال علشان نبسط الموضوع. حد مثلا بيشتغل في شركة بقالي فيها 5 سنين، 7 سنين، 10 سنين، ايا كان، والشركة دي حاليا انا بقيت بالنسبة لي خلاص بيتي التاني، وعارفة الناس كلها، وعارفة وعارفة وعارفة. طيب فاجي اسألك سؤال، اقولك هل انت بقيتي بتتعلمي، لسه بتتعلمي في الشركة دي؟ لا والله خالص ما بتعلمش اي حاجة. طيب في فرصة ان انت في الشركة دي تترقي، تروحي بقى المنصب مختلف، تروحي البوزيشن بقى، او بتاخدي بوست كده معين؟ لا لا خلاص انا كده جبت اخري وانا كده في المكان. طب في مجال ان يحصل لك طفرة مادية في الشغل بتاعك تاخدي فيه زيادة؟ لا لا انا بزيد الزيادة السنوية بتاعتي وخلاص على كده. فالعلامات بتقول ان انت في المكان ده لا انا بتعلم، لا انا هترقى واكبر واخد منصب او وظيفة اعلى، لا انا هاخد فلوس اكتر، مفيش حاجة من الحاجات دي. طب فكمل واسألك، طب لو رحتي مكان تاني شايفة انك ممكن تاخدي مرتب افضل؟ والله الناس لما بتنقل وبتروح على شغل جديد فعلا بيتعملها تقييم او مرتب اعلى. انا ممكن لو اشتغلت في اماكن معينة ممكن تجيلي بوزيشن او اخد فرصة اعلى. طب ليه مش بتمشي وتروحي وتعملي تطور كده او ابجريد لوضعك في الشغل؟ لا خلاص بقى انا الناس دي بقيت بقى بحبها، والناس دي خلاص هم اللي انا اعرفهم، والناس دول بقوا صحابي وانا خلاص مش قادره بقى اسيبهم. في الحاله دي بنقول انا قاعده في منطقه مرتاحه فيها، اوكي، ولكن المنطقه دي مش بتخدمني، مش بتخدم عمليه التطور بتاعي. طيب هنا هتيجي واحده تقولي انا مش عايزه اتطور يا نرمين، انا تمام، انا مش وظيفتي اقولك يعني لازم تعملي انا جاي بوريلك الامور ان انت دلوقتي مرتاحه، وبرغم انك مش بتتطوري، بس كمان 5 سنين 10 سنين لما هتيجي تبصي وتلاقي العمر عدى وانا واقفه في نفس النقطه،
وناس تانية قدك وصلت وحققت وعملت، وناس تانية قدرت، ايه ده وانا المرتب ده ما بقاش مكفيني مع الظروف والحالة. هتبتدي ساعتها تشعري ايه ده، انا حياتي مش ايه ده، انا ليه، انا وضعي. هتبتدي الراحة اللي انت كانت مريحاكي تدخلك في حتة تانية سلبية، لان انا اخترت الراحة بس ما اخترتش او سألت نفسي الراحة دي بتخدمني ولا الراحة دي بتعطلني. طيب ولو هي بتخدمني، هي بتخدمني دلوقتي فقط ولا بتخدمني على اللونج ران كمان؟ يعني كمان 5 سنين مش هندم، كمان 10 سنين مش هندم، ولا كمان 15 سنين هقول يا ريتني ما كنتش ضيعت الفرصة دي، يا ريتني ان انا كنت فعلا حسنت من دخلي ومرتبي، ده انا دلوقتي مطلوب مني مصاريف واجوز واعمل واجهز، يا ريتني كنت فعلا ظبطت دخلي وكنت عملت فيه تحسين او زيادة. يبقى مهم اسأل نفسي اختياري اني افضل في المنطقة دي هو بيخدمني ولا بيعرقلني، هو بيساعدني للتطور ولا لأ. ده كده مثال. طيب ناخد مثال تاني بعيدا مثلا عن الشغل، حد في علاقة، طب العلاقة دي انا شايفة ان انا فيها مش سعيدة، مش بتحقق لي زيادة ولا بتحقق لي إضافة ولا مشاعر حلوة، ولكن الراحة اللي عندي جاية من فكرة خلاص بقى اللي نعرفه أحسن ما نعرفوش، خلاص بقى أنا لسه بقى هنهي العلاقة واقعد أزعل وأعيط وبعد كده بقى لسه أعرف حد تاني واكتشف بقى عيوبه من الأول وأدخل بقى في القصة لا 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 شكرا، اللي نعرفه أحسن من ما نعرفوش، وهي كل الرجالة بقى كده وخلصوا إيه ونمشي بقى حياتنا. يبقى هنا أنا لازم أسأل نفسي العلاقة دي بتخدمني ولا بتأذيني، هي بتعطلني ولا بتزقني إن أنا أتحرك، هي بتطلع مني نسخة أحلى ولا بتطلع مني نسخة أوحش. يبقى لو أنا لقيت الإجابات لا بتقولي العلاقة دي بتدوس عليكي، بتعطلك، بتعمل منك نسخة أوحش، يبقى هنا الراحة اللي أنا بدور عليها دي، وإن أنا مش عايزة أتجنب وبحاول أتجنب لسه بقى بروسس طويلة بالنسبة لي، لا يبقى حان وقت الخروج. يبقى ده هنا وقت مهم ان انا اخرج من منطقة الراحة بتاعتي. يبقى لو فضلت يا جماعة ببص تحت رجلي وبشوف ان انا مرتاحة دلوقتي، انا خايفة مش عايزة ان انا اخرج، مش عايزة اعمل حاجات معينة، وبفضل حاجي قدام، صدقوني جودة حياتي واللي انا هعيشه في حياتي هندم عليه. وكتير ناس بتجيلي في جلسات بجد والله يا جماعة الناس بتندم على الحاجات اللي هي ما عملتهاش اكتر من ندمها من حاجات هي عملتها وجربتها ولكن في الاخر ما كانتش النتيجة بتاعتها كويسة. يعني مجرد ان انت حاولتي وجربتي حتى لو النتيجة وحشة بتزعلي وقتها، بس لما العمر بيعدي وبعد 5 و10 15 سنة وبتبصي بس الحمد لله ان انا جربت، بس الحمد لله ان انا عرفت، بس انا بقى عندي خبرة، بس انا غير لما اقول هو انا ما عملتش كده ليه، هو انا كنت هخسر ايه الجبن اللي انا كنت فيه ده، ايه التردد ده، ايه الخيبة دي، انا ازاي كنت في الوعي ده، انا ازاي ما مشيتش من 10 سنين، انا ازاي ما عملتش كده، انا ازاي قبلت. وجع اللي انا ما عملتوش بيكون اكبر من وجع اللي انا عملته ونتيجته ما كانتش كويسة. يبقى ده معيار مهم جدا 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 يساعدني، هو انا فعلا ضروري اخرج من منطقة الراحة ولا لا، حسب هو بيخدمني ولا بيعرقلني. طيب هل لازم اخرج على المطلق، يعني كل ما الاقي نفسي خلاص كده اقوم رايحة؟ لا، في برضو حاجات او ضوابط. يعني ايه؟ انا في شغلي هروح ادور على شغل تاني، بس انا قاعدة في شغلي محدش قالك استقيل من شغلك، بقدم في اماكن تانية، بفضل بشوف لما يجيلي العرض المناسب اللي بحس بيه انه هيحقق لي التطور، هيحقق لي الزيادة في المال في المنصب في ايا كان، ساعتها اروح. لكن مش مجرد يلا اديني غيرت الشغلانة وخلاص فلاقي نفسي رحت شغلانة تانية وخلاص وانا ما حققتش اي حاجة. فاحنا برضو مش بنفرهد نفسنا من اجل الفرهدة، يعني في دراسة وفي حاجة. طيب مهم ان انا برضو ما اخدش نفسي مسافة كبيرة، يعني انا مثلا في نقطة معينة، واحدة مثلا ما بتعرفش تتبسط لوحدها فتسمع كلام بتاع ايوه لازم تخرجي من منطقه الراحه ولازم تتعلمي ان انت تخرجي لوحدك وتصاحبي نفسك، فالكلام يعجبها فتقرر تسافر لوحدها. لا يا فوزيه بالراحه، احنا هنخرج من منطقه الراحه بس بالراحه برضو. يعني ايه؟ انت اصلا ما بتعرفيش تخرجي لوحدك، يبقى ابتدي ادرب نفسي خطوات بسيطه اني اخرج افطر لوحدي ساعه او ساعتين لحد ما اتعود على ده وتقبل ده شويه، ابتدي ادرب نفسي اني انزل اشتري لوحدي، اقضي يوم كامل لوحدي، اشتريت حاجه، اكلت حاجه، قعدت لوحدي، فعدد الساعات زاد
وافضل فترة لحد ما اتصالح واتقبل الفكرة دي. بعدها اقوم رايحة اسافر لوحدي. لكن انط من هنا لهنا لا، انا باخد نفسي حتة كبيرة. فمهم التغيرات اللي احنا برضو بنحاول نعملها يا جماعة بالراحة على نفسنا عشان المقاومة تكون اقل. طيب في اوقات خروج من منطقة الراحة مش لازم يكون بشكل مستمر او بشكل دائم. يعني ايه؟ في ناس عندها روتين كده في حياتها، انا برجع كل يوم اقعد على الكنبة اعمل كذا، شكرا يا جماعة، انا مرتاحة كده، وانا اشتكيت لكم يا جماعة انا حياتي كده تمام مبسوطة، انا مش عايزة اغير، انا يا جماعة راجل سعيد في حياتي، ما تقرفونيش بقى، اللي عايز يخرج يخرج واللي عايز يعمل، انا تمام في حياتي. طيب هنا بنقول له اوكي، خليك تبسط في حياتك بالشكل اللي انت عايزه، بس ما تمنعش نفسك من ان انت تعيش تجارب جديدة، من ان انت برضو تعرض نفسك نوعا ما لأوقات بخرج نفسي من منطقة الراحة. فمرة في الأسبوع بكسر الروتين بتاعي، بروح أجرب أتبسط بطريقة تانية. إيه ده في رياضة جديدة، لعبة أنا ما لعبتهاش، أروح أنا وأصحابي نأجر ملعب نلعبها. إيه ده في معرفش خروجة معينة مكان مش عايزة أخرج يا جماعة، مرة كل أسبوع كل أسبوعين مرة في الشهر بكسر، بعمل حاجة مختلفة، بعمل حاجة غير اللي أنا معتاد عليها، غير اللي أنا متعودة عليها ومرتاحة. حتى لو أنا مش مرتاح بس أنا مش مبسوط يا نرمين، هو أنا نكد على نفسي ليه؟ معلش، استحمل مرة في الأسبوع ما كنتش مبسوط، استحمل مرة في الشهر، مرة هتتفاجئ ان انت بقيت مبسوط، ومرة في مرة هتبتدي تتصالح مع الحاجة دي، وهتبتدي تتحول هي كمان لمنطقة راحة. فبدل ما انا كان عندي منطقة راحة بقى عندي منطقة راحة، بقى عندي حاجات كتير بتريحني، انا عمال في كده توسع وامتداد عمال بيحصل. عملوا يا جماعة تجربة حلوة قوي على فارين. فار قعدوه في أوضة، يدوبك هي الأوضة شكلها كده فيها حاجات محدودة، وفار تاني في أوضة تانية مليانة لعب ومليانة اكتيفيتيز وبيقعدوا يغيروا له كده حاجات في الأوضة بتاعته. فده بيئة ودي بيئة تانية خالص. وبعد فترة عملوا سكان على دماغ الفارين، وكانت المفاجأة ان دماغ الفار اللي كان قاعد في الأوضة اللي هي محدودة في التفاصيل بتاعتها كان شكلها كأن الدنيا كده زي مظلمة ويدوبك كده في كام مسار أو كام حاجة منورين. ولكن الفار اللي تعرض لبيئة مليانة كده بالأحداث والأكشنز واللعب والتغيرات والحاجات كان شكل دماغه مختلفة تماما، وكان فيه كم مسارات وحاجات كتير منورة وكأنها مدينة كده فيها طرق وشوارع وحاجات كتير منورة. اللي عايزة أقوله يا جماعة، لما بنقفل على نفسنا الحياة وبنقفل على نفسنا المعلومات اللي بنتعرض لها وبنقفل علينا البيئة بتاعتنا، ده بيأثر على المرونة العصبية بتاعتنا، بيأثر على دماغنا، بيأثر على حاجات كتير جدا 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 في دماغنا. والعكس، لما بنعرض نفسنا لتجارب جديدة، لمعلومات كتيرة، لأن احنا نشوف حاجات مختلفة، بنغير في البيئة بتاعتنا في المحيط بتاعنا، ده شيء صحي ومفيد جدا 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 لصحة الدماغ بتاعتنا، وبتزود كده من النيوروبلاستيسيتي كده زي ما بنقول، علشان نقدر ان احنا تكون جودة حياتنا افضل. عشان كده دايما ربنا حسنا وامرنا بالقراية، بالعلم، بان احنا كده نمشي نسعى في طريق العلم، ما نفضلش قاعدين مكاننا العلم يجي لحد عندنا، لا قوم اطلب العلم وسافر وروح وتعالى شوف الحياة شوف الدنيا. كل ما احنا هننفتح اكتر، كل ما احنا هنتعلم اكتر، هنكتشف عن نفسنا حاجات اكتر، هنقابل فرص اكتر، لان الشخص المحظوظ ده شخص متاح موجود بيقابل الفرصة، والشخص اللي قاعد قافل على نفسه ده الفرصة بره بس هو قافل على نفسه مش قادر ان هو يقابلها. فمهم قوي ان احنا ما نستسلمش ان الحياة والروتين والقعدة والراحة، نقوم نتحدى نفسنا، نتعلم حاجات جديدة، نتقبل ان منطقة الراحة دي لما نخرج هنقعد فترة ملخبطين مقريفين مش مبسوطين، ولكن الحمد لله على السلامة هندخل بعدها لمنطقة راحة تانية حلوة جميلة نتبسط بيها. وهي دي الحياة، هنفضل كده من منطقة راحة للخبطة، من منطقة راحة للخبطة، علشان نتطور ونقدر ان احنا كده نعمل من نفسنا نسخة احلى. اتفقنا؟ فنجمد ونشجع نفسنا، وان شاء الله كده نقدر ان احنا نتعلم ونتطور ونتحداها ونتخطى كده كل حاجة صعبة. بشكركم جدا وهشوفكم ان شاء الله في حلقة تانية.